من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فاستلم الراية جعفر بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال كلمته: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة بارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها. وأقدم وهو القائد، فقطعت يمينه، فأخذ الراية بيده الشمال فقطعت الشمال، فاحتضن الراية بذراعيه ما بقي منهما حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. يقول عبد الله بن عمر يعني بعد انتهاء المعركة، يقول: لقيت جعفر بن أبي طالب فوجدت فيه 50 ما بين طعنة وضربة، يعني طعنة رمح أو ضربة سيف، ما فيها شيء في ظهره، ما فيها شيء في ظهره، يعني مقبل. طبعا لما نقول قطعت ذراعه اليمين قطعت ذراعه اليسار، هذا بعد إيش؟ بعد طعنات وضربات، هذه اللي يقول عنها عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قريب من 50 ما بين ضربة وطعنة، حتى استشهد رضي الله عنه وأرضاه. يقول الشاعر في ذلك، يتكلم بلسان يعني جعفر رضي الله عنه، يقول: قطعوا اليمين ويحسبون سيرجع، وتهون في طلب الجنان الأذرع، حمل اللواء شماله في لهفة، ولسان حال الجسم هيا قطع. قطعوا الشمال تلقف العضدان منه، لو أنهم أوليس فيك توجع، يقولون له: وليس فيك توجع، أيضا تأخذ الراية بيديك في يوم مؤتى والمنايا حوم، سقط الشهيد وعند ربي يرفع، يا سيرة الأطهار قصي بيننا عن جعفر دهرا فلسنا نشبع، في 40 إصابة سقط الفتى، شرف الأديم وعز ذاك المضجع، الترب هشه إذ الدماء تناثرت، وكأنها طيب بها يتضوع، يا جعفر الطيار أنت فخارنا، إن كان في الله العظيم المصرع، يا جعفر الطيار أنت فخارنا، أن كان في الله العظيم المصرع، إني أتوق إلى اللقاء بجنة، ولربما فيها أراه وأسمع، يا حبذا تلك الجنان وقربها، في رفقة الشهداء إني أطمع.